اليوم بمصرف لبنان صار له فترة عامل تعميم 158، حاطط ليمت كتير صغيرة على للعالم تسحب مصاري. هلا نشكر الله بسبب الفائض بدهم يرفعوا السقف. لا مش لازم يكون بسبب الفائض، لازم هيك يكون عم من ضمن بيقولوا. الخطة انها تعمل هيدي شوك. يعني هال50,000 او هال100,000 اللي عم يحكوا فيها، بدل ما يقولوا انه هيدي بدنا ندفعها على 10 سنين او على 8 سنين، لازم هيدي تندفع بخلال سنة. اذا اندفع اول $100,000 بخلال سنة، وهيدي بنعمل لها دراسة لكل المودعين، يعني اللي عنده أكثر من 100,000 واللي عنده أقل من 100,000، اللي عنده أقل بياخد قد حجم حسابه، واللي عنده أكثر من 100 بنعطيه أول 100,000 بظرف سنة أو سنة ونص ماكسيموم. هيدي بتضخ كمية أموال بالبلد، بتشغل الاقتصاد، لأنه الناس عايزة مصاري لحتى تصرف. مزبوط. فهيدي بتشغل وبتعمل شوك بوزيتيف، وهيدي بتزيد قيمة الأموال يلي موجودة بالمصارف. نعم. تاني شغلة، انه هالاموال الدولار اللي بعدها موجوده بالمصارف واللي اخترعوها كلمه دولار، يعني هيدا عقل جهنمي اللي اخترع هالكلمه وحتى براس العالم تيقول لهم دولاركم منه دولار، هيدا شيء تاني، علما انه هو دولار فعلي كان. هالاموال هيدي ليش بعدها عم تتسعر على 15,000 بطريقه غير رسميه وغير شرعيه، وبطريقة يعني هي هرطقة، انه اليوم سعر السوق 89,500، بس مصرياتك الدولار يلي انت حطيتيهم بالبنك لهم 20 سنة هودي بتصل فيهم على 15,000، وما في اليوم تعميم بغطيهم، لأن التعميم ال 151 انتهى بآخر سنة 2023. مؤخرا طلع قرارات قضائية انه بابطاله، ابطال تعميم خالصة مدته، يعني ما بعرف شو كان لازم. انا بفضل هالقرار القضائي يطلع بانه تثبيت هيدا التعميم وتسعير الدولار بضمن هالتعميم على سعر السوق. مزبوط. هيك بتحفظي قيمة الاموال اللي موجودة بالمصاري.